عندنا نحت أو carving of right upper central incisor. راح نستخدم هالمرة البلوك اوف واكس اللي هو ستاندرد قياسه جاهز. زين، ما راح يعني ما راح نشتغل على الصابون. تشوفوا الشغل شوية فرق عن البلوك مال الصابون، لأنه الماتيريال أكثر قوية هارد. زين، بس الشغل بي يعتبر يعني النتيجة تطلع أحلى. فأول شيء إحنا رسم labial surface of the right upper central incisor والميزيال. نبدي بالميزيال أو نبدي بالليبيال أو نبدي بالميزيال، نفس الشيء، نتيجة واحدة as you like. إحنا القياسات مكبريها، هذا الرسم بس مكبريها بهالطريقة. زين، هذا الرسم رسمناه أول شيء على الورق البياني بشكل مكبر، بحيث كل مربعين على الورق البياني تمثل مليم. المليم اللي هو نقصد المليم الحقيقي على المسطرة، اللي هو هذا جزء من السنتيم 0.1 of سنتيمتر. هذا الرسم راح ننقله على البلوك. أول شغلة راح نرسم ميد لاين يقسم البلوك اوف واكس طوليا، شو مليان مسطرة حديد مو شفافة، ما تقدر تشوفها من اللاين. اوكي، جزء من البلوك راح ما نحته نخليه، يعني ما راح ننحت كل البلوك، ما ننحت الروت، راح نخلي جزء من البلوك نخليه كبيز، اللي هو هذا ثلث تقريبا، ثلث طول البلوك. هذا الجزء نخليه ما نرسم عليه ولا ننحت. نرسم على الجزء المقابل، هو هذا هنا الجزء اللي راح نرسم عليه وننحت السن. أول شيء راح نبدي بالليبيال سيرفيس، فنأشر أنه هذا، نكتب الليبيال ولو فتح حرف واحد يمثل أنه هذا الليبيال سيرفيس. أن هنا الميزيال اللي مقابل إليه هو اللينجوال، وعندنا الديستال. على الجزء البيز نحدد هاي names of surfaces. حتى نرسم الليبيال سيرفيس الطريقة كالآتي: نحسب من الإيدج اللي هي هذه الإند، نحسب vertically upward، نحسب 8 millimeters and a half، 8 millimeters تقريبا. زين، ونخط خط اللي هو راح يمثل لنا السيرفايكال لاين، راح نرسمه عليه. زين، الخطوة الثانية، هسه هذا الجزء الأسفل راح يمثل كل اللينث مال الكراون، وهاي النهاية أو الانسايزال ايدج اوف ذا كراون. الخطوة الثانية راح نبدي نحدد اللاند ماركس أو البوينتس اللي تمثل الأوتلاين ليبيالي. أول شي عندنا حسب الرسم 3.5 مليم to the mesial، 3.5 مليم to the distal.
زين. vertically راح نحدد cervical line 2 ملم. هي طبعا الورقة اللي بيها القياسات عندكم، فمجرد ننقل الرسم بس هاي الطريقة، يعني الأغلبية جاي يعني بالرسم مال الأوتلاين يغلطون. هسه نرسم البيك اوف كونفكسيتي distally and mesially. ننزل downward من هذا الخط اللي رسمناه 5 مليمترز، و 4 مليمترز horizontally. هذا راح يمثل البيك اوف كونفكسيتي distally. $7 مليمترز أيضا باي 4 مليمترز mesially حتى تمثل البيك اوف كونفكسيتي mesially. والانسايزل ايج هي تحددت تلقائيا لانه احنا من حسبنا اول شيء حسبنا 8 ملم and a half. هسه نوصل بين هاي النقاط. اول شيء نبدي بالسيرفايكال لاين، نوضحها. مجرد توصيل بين النقاط. زين. ونرسم جزء من الروت upward، هو هذا الجزء اللي راح ننحته. هذا الليبيال سيرفيس. نبدي عملية الكاتينج. هنا بالواكس ما راح نقدر نسوي كاتينج مثل ما بالصابون، لأنه الماتيريال مثل ما قلنا هارد، فراح نستخدم طريقة الشيفينج. بهالطريقة نبدأ نقلل من الواكس ميزيالي اند ديستالي إلى أن نوصل إلى الرسم اللي إحنا رسمناه. بس شنو على كيفنا، لأنه صح هو ماتيريال هارد، بس بهالطريقة منا نسوي يعني هاي الشيفينج يعني تحسه يخلص بسرعة. فشوف هسه أنا الخط اللي سويته بالبلاستر نايف، هذا السيرفايكال لاين اللي رسمته على بعد 8 ملم and a half، مديته ميزيالي على مود شنو راح اخذ من الروت اكثر مما راح اخذ من جهة الكراون، حتى يبين هاي المنطقة هي نقطة التحول بين الكراون وبين الروت، فقليل اخذ منها. بنفس الوقت بهاي المنطقة ابين الروت بشكل كونفكس، فاخذ منها اكثر جهة الحد الفاصل اللي خليته يمثل لي البيز. ما اشيل الواكس للاخير، وانما اخلي هاي مثل الايج هنا. زين. طبعا أنا من أنحت دائما أخلي نظري يعني أباوع على التو سيرفيسز labially and lingually.
هاي المنطقة اللي قلنا تمثل السيرفايكال لاين، بحاول شنو اخذ منها اكثر مما اخذ من الروتس، تبين حتى فد نيك، يعني مثل عنق للسن. تلاحظون بسرعة وصلنا للرسم مالتنا، لأنه هو السايز مال البلوك هو يعني محدد، يحددك، ما تقدر تاخذ زايد ولا ناقص. أنا هاي النقطة اللي خليتها تمثل الأعلى نقطة بالميزيال سيرفيس أحاول أحافظ عليها، يعني آخذ الجزء اللي فوقها وآخذ جواها، ومن عندها ما آخذ، على مود تبقى هي أعلى نقطة. فأحيانا نحتي احتمال أحتاج أنحت بهالمستوى. هي البلوكة صغيرة يعني تسمح أنه نسبة الخطأ بيها أقل من الصابون. زين، اللي تحتها همين هاي النقطة أقلل من عنده، بس أحاول قدر الإمكان أحافظ عليها، حتى لأنه هو أصلا لأنه الأوتلاين ليبيالي هو لازم بيفد كيرفتشر ميزيالي وديستالي الليبيال فيو، مو فلات يعني. بس نوعا ما يكون أكثر ستريت ميزيالي من ديستالي الراونديشن بيه يكون أكثر. هسه نتوقف لحد الآن، هسه نوضح الرسم مالتنا هو هذا، بس نمسح فميزيالي انف. هسه اتحول للجزء الثاني ديستالي. انا هسه وفرت على نفسي عناء انه انحت انسايزري، لانه الانسايزر ايج خليتها هي ويا الاند مال البلوك. فنفس الشيء هنا همين امرر الخط اللي هو يمثل السيرفايكال لاين، وابدي بالشيفينج. أحاول أخلي الكارفينج أو النحت متساوي، يعني labially and lingually. زين، زين. عندي هذا السيرفايكال لاين اللي رسمناه ميزيالي، عفوا ليبيالي، من عنده وأبدي أسوي هذا الكونستركشن. أنا الكونستركشن أحاول أبينه من الليبيال فيو، مو الليبيال أسويه بشكل مربع وبعدين ميزيالي، يعني من البداية. نفس الشيء عندنا ديستالي، هاي النقطة نوصل لها نحاول نخليها هي تبين أعلى نقطة بالديستال سايد. بس هنا لحد الآن بعدنا ما وصلنا قريبين على الأوتلاين مالتنا، فنقدر ناخذ بشكل ستريت. يعني هنا الحلو بالواكس انه ما تخاف من الريسك اوف فراكتشر قليلة، لأنه الماتيريال مالته صعبة فما ينكسر.
يعني آخذ راحتي بالشغل وياه. بس مو كلش آخذ راحتي، لأنه مثل ما قلنا شوف هسه أنا صرت قريبة على الأوتلاين. هاي النقطة اللي هي رسمناها أعلى نقطة بالليبيال فيو ديستالي، أحاول أبينها وأحافظ عليها من أنحت ديستالي حتى تبين هي أعلى نقطة. راح آخذ من جواها ومن فوقاها، وهي أحاول أخليها على مود نرجع ونقول ما يصير الكارفينج ماتنا الأوتلاين فلات. تحاول تخلي convexity هاي الراوندد ايج ديستالي أبينها. أرجع أيضا أباوع انسايزلي، يكون الكارفينج مالتي متساوي. lingually and labially، نقطة كلش مهمة هاي. حاليا هذا الليبيال أوتلاين. بهالطريقة وصلنا للرسم مالتنا.